لو انت من الحلميه او من المطريه او من عين شمس وعايز تاكل برجر طعمه حلو وسعره كويس، فتعال اقول لك تاكل فين. مبدئيا كده المكان اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت هو مشروع شاب مكافح ومجتهد بيسعى عشان ربنا يكرمه ويرزقه بالحلال. ورغم ان هي عربيه موجوده في قلب الشارع الا ان الماتيريال اللي بيستعملها في تجهيزات السندوتشات اللي عنده الكواليتي بتاعها عالي جدا جدا جدا، وكمان بيعمل افتكاسات غريبه في الاكل. حتى البطاطس اللي شغال بيها فرز اول وحاجه نظيفه، بيحط كميه كبيره منها مع السندوتشات. وبصراحه انا شايف بقى ان هو بيطبق نظريه العين بتاكل قبل البق، يعني مجرد ما تبص على شكل السندوتش كده قبل ما تاكل تلاقي نفسك اتفتح. وكل السندوتشات عنده احجامها كبيره، يعني تحس انك محتاج حد تاني يقسم معاك نفس السندوتش. وكل كوم بقى والجبنه الموتزاريلا اللي بتبظ وتلظ من قلب البيف دي كوم تاني، حاجه كده حرفيا طعمها تحفه. بجد سندوتش البيف عنده من اجمل سندوتشات البيف اللي كلتها في حياتي. لا وقال ايه بقى، عامل اختراع كده بيقول ان هو بيميز نفسه بيه، بيحط شاورما لحمه فوق قطعه البيف جوه السندوتش، حرفيا بتخلي الطعم في حته تانيه. مميز عنده ان هو ما بيحطش كل انواع الصوصات، هو بيحط حاجات بسيطه كده اللي تليق مع نوع الحشو اللي جوه السندوتش، بحيث تقدر تستطعم طعم التشيكن او البيف اللي انت بتاكله. وعلى فكره التشيكن بتبقى فريش وهو اللي بيعمل لها البريدنج وكل حاجه. اخيرا وليس اخيرا بقى التجربه ديت انا اتبسطت بيها جدا جدا جدا، ومن احسن التجارب اللي جربتها في حياتي. واخيرا بقى عشان ما اطولش عليك، كينج ضم مكانه في تقاطع شارع عين شمس مع شارع علي باشا داخل كافيه الواحد.